السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا حلو قوي. هقولك ازاي تاكلي ملوخيه خضراء طول السنه بطريقه سهله خالص كده وبسيطه خالص. انا الفيديو ده عملته وصورته كده، فقلت لو طلع حلو ان شاء الله هنزله لكم تشوفوه، لو مش حلو خلاص كأنه مفيش حاجه حصلت. انا شفت يعني شفت كذا طريقه كده على النت، والطريقه دي لقيتها سهله قوي فجربتها وطالعه حلوه قوي كده زي ما انتم شايفين. الملوخيه بتاعتنا خضره زي ما اكون لسه جايباها كده من السوق. بجد تحفه وطعمها حلو قوي وسهله خالص كده، ما بتاخدش معاكي اي وقت. عارفين الملوخيه لما بتبقي مستعجله مثلا ونفسك في ملوخيه او مش وقتها وبتجيبيها كده، اللي هي الملوخيه الاكياس دي، هي دي ملوخيه المصانع بقى. والحاجات دي بجد طعمها حلو قوي، مفيش بقى طعم كده لما تفرزي الملوخيه كده ممكن يطلع طعمها مش حلو خالص. يعني انا عملت كذا طريقه، الطريقه دي حلوه قوي قوي. شايفين الجمال؟ انا كنت في السوق بقى ولقيت الملوخيه في الصيف اصلا بيبقى طعمها حلو قوي ورخيصه قوي كمان، فلقيتها بجد يعني خساره ان انا اسيبها وامشي. فجبت كميه كبيره كده وما كنتش عارفه اعمل بيها ايه، فعملت الطريقه دي وسايباها بقى لها اكتر من شهر، يمكن اكتر كمان. ما عنديش وقت اعمل الغدا، كنت مستعجله قوي، فروحت عامله الطريقه السهله اللي هتشوفوها معايا دي، وطلع تحفه. اللون زي ما هو اخضر وبجد حلو قوي. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونشوف عملنا الملوخيه بتاعتنا ازاي. انا جبت الملوخيه وغسلتها عادي بالميه والخل كده كذا مره ونشفتها كويس قوي، وعبيت بقى كده منها في اكياس وحطيتها في الفريزر. زي ما بقول لكم بقى لها اكتر، والله يمكن اكتر من شهر كمان. وطلعتها كده وقلت هجرب زي ما قلت لكم، يعني لو طلع طعمها حلو كلناها، مش حلو خلاص يعني مش هناكلها بقى. عايز اقول لكم والله العظيم من احلى المرات اللي عملت فيها الملوخيه، ومفيش ما تبقاش منها ولا معلقه حتى. هتطلعيها كده من الفريزر زي ما هي كده متفرزه، وتجيبيها كده في الخلاط او في الكبه اللي موجود عندك وعليها شويه شوربه. لو ما عندكيش شوربه اعملي بالمرقه. دي كوبايه كده من الشوربه بنزل بيها واحده واحده. يعني كمان بصي، ولا هتخرطيها ولا حاجه خالص، يعني على طول كده تغسليها وتنشفيها كويس وشيليها بقى في الفريزر. هتاخد معاكي وقت شويه في الاول عبال بس ما تتضرب كده بالخلاط. انا زي ما قلت لكم قبل كده ما عنديش كبه، الكبه بتاعتي مش موجوده دلوقتي باظت يعني، فبشتغل بالخلاط كده. تمام شايفين كده؟ زي ما قلت لك هتاخد معاكي وقت كده، انزلي بقى بكوبايه الشوربه دي واحده واحده. تمام. بصوا بقى هنا بعد ما خلصناها بتبقى عامله كده. شايفين بقى زي بتاعه المصانع يعني الشركات اللي احنا بنجيبها من بره، اللي هي الكيس الجاهزه دي اللي بتبقى على الطبيخ على طول، هي بالظبط نفس القوام بتاعها. وشايفين لونها اخضر ازاي، ما تغيرش بقى اللون زي ما كنت بعملها قبل كده بخرطها وبشيلها، لا مش حلوه خالص. انا دي طريقتي بطبخ الملوخيه كده، طريقه امي. اللي حابب يعملها يجربها، هي حلوه قوي. في ناس بتحط الملوخيه كده على طول في الشوربه، اكيد حلوه، بس انا بعملها بالطريقه دي. بجيب شويه صغيرين كده من الزيت وبصلايه كده بحمرها تحمير خفيف، وبعد كده بنزل بطماطم مبشوره او معصوره حتى في الخلاط الاسهل عليكي، ومعلقه صغيره كده من الصلصه. بعدين رشه سكر كده صغيره، ورشه من الفلفل الاسود. اللي ما جربهاش بالطريقه دي يجربها، والله العظيم بجد تحفه. تقليب بقى كده شويه لحد ما تتسبك كده معاكي، وبعدين بقى بنزل عليها بالشوربه. اي نوع شوربه بقى انت بتحبيه طبعا، والقوام انا مش هقول لك قوامها بقى تقيل خفيف زي ما تحبي. احنا بالنسبه لنا يعني بنحبها متوسطه خفيفه كمان شويه، مش بنحب الملوخيه التقيله خالص. سبتها بقى تاخد كده غلوه حلوه على النار، وبعد كده نزلت عليها بكيس من المرقه. خلاص كده. هننزل بقى بالملوخيه بتاعتنا، شايفين بقى شكلها عامل ازاي، زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. لونها اخضر، محتفظه بلونها كده، لونها ما اتغيرش ولا اي حاجه. بجد لازم تجربوا الطريقه دي، والله هتساعدكم، يعني هتسهل عليكم الوقفه في المطبخ كتير بقى، ولا تخرطي ولا اي حاجه من دي، وبيطلع طعمها حلو قوي. اللون اهو زي ما انتم شايفينه يعني زي الفل. بالمضرب بقى او بمعلقه زي ما تحبي. خلاص بنفك كده الملوخيه من بعض شويه. طبعا انا ما قلتلكيش على مقدار الميه بقى ولا مقدار الملوخيه، لان كل واحد بيعملها زي ما قلت لكم بالطريقه اللي بتعجبه، خفيفه تقيله متوسطه زي ما تحبوا. شايفين اللون اخضر زي الفل، وزي ما تكوني لسه جايباها حالا من السوق.
هنفك بس كده الملوخيه مع الشوربه، واهم حاجه طبعا اوعي خالص يعني تغطي على الملوخيه عشان ما تسقطش معاكي. تمام كده. التقليه بقى بتاعتنا القمر اللي احنا هنعملها دلوقتي طبعا بالزيت والسمنه او بالسمنه بس زي ما تحبي. هنزل بقى بالثوم بتاعنا، ورشه كده كبيره من الكزبره، ورشه ملح. هنقلب بقى التقليه، ريحتها بتبقى حلوه قوي، اصلا هي بتبقى عايزه تاكليها كده حاف. يا ريت لو وصلتي لحد هنا وعجبك الفيديو يا ريت تدعميني باللايك وتنوريني باشتراك. خلصنا. يا سلام بقى على الريحه، حلوه قوي قوي. على فكره الملوخيه يعني انتوا فاهمين كل ما بتقعد بتتقل يعني، فما تحاولوش بقى لو انتوا بتحبوها تقيله ما تقلوهاش بقى وهي دلوقتي، لان هي طبعا كل ما تقعد هتتقل معاكي. شايفين الجمال بقى؟ وادي القوام بتاع الملوخيه بتاعتنا، تحفه تحفه بجد، طعمها حلو قوي. عجبتهم قوي الحمد لله. يعني انا كنت قلقانه يطلع طعمها مش حلو، لان انا زي ما قلت لكم عملتها كذا مره قبل كده متخرطه وبشيلها بتبقى طعمها مش حلو خالص. بصوا بقى اللون والطعم وفيها عرق وكل حاجه مظبوطه 100%، وما بتاخدش معاكي اي وقت. جربوا الطريقه دي، تغسلوها كويس قوي وتنضفوها، طبعا لازم تتغسل بميه وخل، وتنشفوها بقى كده كويس قوي برضو على فوطه ولا حاجه. نشفوها خالص خالص من الميه، بعد كده عبوها بقى في اكياس وطلعوا منها الهواء كويس قوي وحطوها في الفريزر. كلوها بقى بالعيش، تاكلوها بالرز. انا زي ما بقول لكم حتى انا من الناس اللي بتحب الملوخيه بالرز كده وجنبها فراخ ولا حاجه. حتى ايا كان يعني، المهم ان هي بالرز. فانا عشان مش عامله حسابي ان هي هتبقى حلوه، فيعني خلاص ما عملتش رز ولا اي حاجه والله، وسبحان الله طالعه زي العسل. اتمنى لكم بجد تجربوها. بصوا بقول لكم هي حلوه قوي بجد. شايفين اللون بقى والتقليه كده، وطعمها حلو ولونها اخضر زي ما بقول لكم، جايبينها من السوق، ولا بقى تخرطي ولا توجعي دماغك ولا اي حاجه. على طول كده تخلصيها. لو انتي بتشتغلي او اي حاجه اعملي الطريقه دي، او في الحر زي ما احنا حرانين كده دلوقتي برضو اعملي نفس الطريقه دي. الملوخيه سعرها حلو قوي، في الصيف كمان بتبقى الملوخيه مسكره وبيبقى طعمها حلو قوي. اتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وتجربوا الطريقه السهله الحلوه للملوخيه ديت، وتقولي رايكم في التعليقات. مستنيه رايكم بجد يعني، ان شاء الله متاكده هتعجبكم. شايفين الجمال؟ يلا جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم الفيديو بقى يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك الجميل بتاع كل القناه، وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله.